طبعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من مطبخ المؤسسه التست العالي الشيف محمد الحميري بيمسي على كل الناس اللي بتشوفنا على قناه طباخين مصر. منورنا طبعا ومشرفنا النهارده استاذ علي. احنا ما شاء الله النهارده في كافه 2 في شمال التحرير عند الشيخ علاء علي رجب اخو سياده المستشار عزت رجب. فرحه محترمه جدا، ربنا يتمها لهم على خير ان شاء الله. طبعا احنا بدانا النهارده استاذ علي كده التجهيزات العشاء والكلام ده كله، وذبحنا كده معانا اول 3 ذبايح، وان شاء الله برده معانا العدد مفتوح على حسب تسهيل ربنا، عشان برضو احنا ما نقولش كلام وخلاص، على حسب ربنا ما ييسر الحال. عدونا ال3 هنعدي، احتاجنا ال4 هنشتغل، احتاجنا ال5 هنشتغل على حسب تسهيل ربنا ان شاء الله. الدنيا معانا مفتوحه يعني مفتوحه ان شاء الله، الدنيا تمام باذن الله. تمام. تعالى برضو وري الناس كده وزعنا معانا كميه اللحمه، عشان لما نقول برضو للناس احنا معانا 3 ذبايح يبقى احنا بالفعل معانا 3 ذبايح. ده يا استاذ علي بدايه النائم اهو. طبعا احنا طلعنا لحمه العشاء على النار، وبرضو القطلاطه كده بسرعه يا استاذ علي، الناس هي بتقطع في لحمه الايه العشاء معانا، عشان برضو احنا يبقى المصداقيه معانا. تمام. اللحمه الناعمه يا استاذ علي اهوت ما شاء الله. تعالى كده معايا يا باشا، توكل على الله. ثلاث ذبايح دول يا شيف. ما شاء الله. بس احنا برضو مش مقيدين لا ب3 ولا ب4 يا استاذ علي، احنا على حسب الفرح ما يمشي معانا، وعلى حسب الفرح ما يشيل معانا. تمام. برضه شوف احنا عايزين نعرف نظام شغلك بالنسبه يعني اول ما تخش المطبخ. احنا اول ما بنخش المطبخ يا استاذ علي بنستلم كشفنا. ايوه تمام، بنراجع كشفنا ونستلم والدنيا تبقى تمام معانا ان شاء الله. بعد كده نبدا لو الحليب موجود معانا نبدا نطلع معانا الكسر، وهنوري للناس برضو كميه الكسر اللي معانا، واحنا طلعنا كسر قد ايه. احنا مطلعين النهارده حوالي 2500 فورمه يا استاذ علي. وهنوري برضو الناس اللي معانا الفاكهه بتاعه الكسر الفريش والكلام ده كله. تمام. لغايه هنا كده يا استاذ علي احنا بنقول ستوب. ده اللحمه بتاعه الايه السلايق. ايوه ده لحمه السلايق ما شاء الله، وهيطلع منها الشوي برضه يا شيف. انا شفت روز بيف معاك. ماشي تمام. بنبدا هنا بقى يا استاذ علي، ده احنا بناخد السمين بقى اللي في الذبايح ونفرمه، نعمل منه بقى عصاج للمكرونه، نطعم بيه شويه الكفته بتوعنا. برضه هنوري الناس الكفته بتاعتنا، برضه معانا كميه كفته محترمه 160 كيلو جايين من بره برازيلي برضه يا استاذ علي. هنطعم بيهم بدول ما يعادل بالظبط كده 60 كيلو. تمام. عشان برضه ندي تيست كويس وندي تيست محترم. تمام يا استاذ علي. ايوه كده احنا بنوري الناس كميه اللحمه تاني يا استاذ علي معانا اهي ما شاء الله بالطريقه دي، ما شاء الله كميه محترمه جدا. ربنا يتمها لاصحابها على خير ان شاء الله، وربنا يعدها لهم على خير يا رب باذن الله. برضه شوف واحنا بنسقط اللحمه دي لازم نخلي كل حاجه في طبعا الناعم لوحده والخشن لوحده، لان كل حاجه ولها سوا ولها مده زمنيه في السوا معينه. والكبده معانا طبعا شوي يا شيف. طبعا شوي ان شاء الله باذن الله. دي كده اللحمه ايه بتاعت الكفته. طبعا احنا النهارده برضه يا استاذ علي تكمله للحوم اللي معانا، احنا 150 كيلو مفرومه اهوت زي ما حضرتك شايف كده. اللحمه دي يا استاذ علي لحمه برازيلي كتف. طبعا انا حابب من خلال قناه طباخين مصر اول مره اعملها في حياتي ان انا اوجه رساله شكر للحاج حامد كمال الشيخه. تمام. حاج الباشمهندس فتحي كمال الشيخه اللي هم اصحاب ثلاجه الامانه اللي هم في شارع المحكمه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لو عايز فعلا حاجه تشرفك قدام ناسك وحاجه محترمه عليك وعلى ثلاجه الامانه الحاج حامد كمال الشيخه. بشكره من خلال قناه طباخين مصر على الجوده وعلى المجهود اللي هو بذله معانا في الشغل بامانه. حاجه محترمه وكواليتي محترم جدا جدا، وامانه ونظافه ما فيش بعد كده في الدين. ربنا يا رب يديمهم علينا، وربنا يبارك لهم يا رب في شغلهم وفي مالهم ان شاء الله يا رب، ويبارك لهم في اولادهم. بس انت شيف ما بتنساش حد يجيب اللحمه برازيلي. احنا بص بالنسبه للكفته احنا اللحمه كل ما يبقى الكواليتي بتاعها محترم يطلع معاك صبع كفته محترم. انا بنصح اي حد عايز يجيب حاجه محترمه وخصوصا اللحمه اللي هي البرازيلي بتاعت الكفته او القطع او الكلام ده كله يروح لثلاجه الامانه وهيلاقي كل اللي يرضيه هناك باذن الله رب العالمين. كده ان شاء الله نبدا نسقط باللحمه اهو كده يا استاذ علي ما شاء الله. احنا بدانا اهوت يا باشا نسقط معانا في اللحمه. بنسقط طبعا الناعم لوحده يا استاذ علي والخشن لوحده، لان زي ما قلنا ان الناعم ليه مده زمنيه معينه في السوى والخشن ليه مده زمنيه معينه في السوى. زي ما حضرتك شايف كده بالظبط يا استاذ علي. بنسقط الناعم لوحده والخشن لوحده. طبعا يا استاذ علي شرط من شروط سلامه نجاح اللحمه معاك وان ما يبقاش فيها ريم كتير وما يبقاش فيها زفاره لا قدر الله ولا حاجه، ان الميه بتاعتي تكون بتغلي. الحله اللي عندي اللي فيها الميه تكون بتغلي. اهم حاجه ان الميه تكون بتغلي في البدايه عشان اسقط اللحمه تاخد الصدمه بتاعتها ايه على وجه السرعه، تقوم ما تعملش معايا لا ريم ولا تعمل معايا زفاره لا قدر الله. مظبوط. بحاول اتجنب كل حاجه يعني. تمام يا شيخ. طبعا برضه الناعم لوحده والخشن لوحده زي ما احنا قلنا بالظبط. كل حاجه في اذان يا شيخ. بالظبط كل حاجه. واهم حاجه ان هي تغلي برضه الميه. كل حاجه ليها مده زمنيه معينه في السوى. يعني زي ما احنا مفصلين يا شيف مخلين كل حاجه لوحدها. بالظبط كده. برضه بننزل كل حاجه في اذان. كل حاجه لوحدها. ده كله خشن يا شيف؟ ده كله خشن يا باشا. ده هنخليه لوحده. ده هنخليه لوحده في حله لوحدها. ايوه. ايه اخبار اللحمه يا شيف؟ بص يا استاذ علي ما شاء الله اللحمه معانا اهي. تعالى بص كده يا استاذ علي اهي. اللحمه يا استاذ علي غلت اهي ولا عملت معانا ريم ولا حاجه. بص ما شاء الله. بص بص ما شاء الله يا استاذ علي. بص ده طبعا يا شيف بيرجع لنظافه اللحم.
وغليان الميه هنا قبل مسقط اللحم. ما شاء الله. بص يا علي بالطريقه دي كده. بص يا باشا، بص مفيش لا ريم. بص يا علي لا ريم ولا في اي حاجه. ما شاء الله اهو، ما شاء الله الدنيا تمام زي الفل خالص اهي. تمام. نبدا نغطي بقى يا علي ونسيب لحمتنا لما تستوي معانا براحتنا كده. ايوه. طب احنا شغالين في العشاء دلوقتي يا شيخ. طبعا الناس بتعشى يا علي زي ما قلنا برضه اهي، الناس بتعشى كلها اهي، واحنا شغالين برضه بقى، اللي شغال بقى في المحاشي، اللي شغال في اللحوم، اللي شغال في الشيش. ده شغل بكره ده ان شاء الله لبكره باذن الله رب العالمين. بص يا علي، احنا كده ان شاء الله هنعري الحله بتاعتنا، نشوف بقى لحمتنا غلت ولا بس هي كده. طالما البخار طالع من الحله اهو يبقى كده بتغلي ان شاء الله. بص يا علي، ان اللحمه بتاعتنا بتغلي يا جماعه اهي. تعالى بقى اوريك بقى نظافه اللحمه. بص يا علي، احنا ما عندناش حاجه ان شاء الله نلمها اهم، كل اللي على وش الحله هم يا استاذ علي اهم، ما عندناش حاجه ثانيه. ليه؟ لان الميه كانت معانا بتاعتنا بتغلي من البدايه، سقطنا اللحمه والميه سخنه وبتغلي. بص يا علي حته اللحمه فاتحه ما شاء الله. بص كده، بص يا علي، بص حته اللحمه فاتحه خالص اهي ما شاء الله اهي ما شاء الله. الشوربه نفسها شكلها حلو ما شاء الله فاتحه. نبدا بقى يا استاذ علي نعمل ايه؟ معانا البصل والطماطم بتاعتنا اهي واللوري والحبهان الناعمين، نبدا بقى نضيفهم هنا كده بالشكل ده كده. مفيش حاجه تاني كده يا شيخ؟ ولا الهوا ولا احنا عايزين اي حاجه. والملح قبل ما تطلع على طول بالظبط كده. نقلبه كده وزعلي كده بالمنظر ده كده اهو. ايوه الحمد لله احنا لحمتنا نظيفه وزي الفل يا جماعه قدامكم اهي، كل حاجه على الطبيعه زي احنا ما اتكلمنا. تمام يا استاذ علي، اللحمه بتاعتنا بتغلى يا جماعه ما شاء الله اهي. بص يا استاذ علي، بص الغليان بتاعنا اهو، بص ما شاء الله. بص يا استاذ علي، طلع ما شاء الله شوربه بيضه زي الفل مفيش اي حاجه. نبدا بقى يا استاذ علي نعمل ايه؟ نغطي لغايه لحمتنا ما تيجي تستوي. قبل السوا بربع ساعه بتلت ساعه نبدا نرمي الملح بتاعنا، بس ما عندناش اكتر من كده. طبعا اللي بتغلي من بدري معانا يا استاذ علي اهي. بص كده يا باشا، تعالى كده بص ما شاء الله. بص اهي حاجه. بص يا استاذ علي كده على حروف الحله، بص ده دليل على ان اللحمه نظيفه ما عملتش ريم معاك. طالما حرف الحله عندك كده نظيف وكل شيف انا بتكلم هو فاهم انا بتكلم في ايه، يبقى اللحمه معاك نظيف. بص حرف الحله ولا سمار بقى ولا حاجه سودا ولا وهي حاجه مش عارف. خلاص يا شيف هي داخله على خلاص داخله على سوا ما شاء الله، وعندي اللحمه نظيفه زي الفل. يعني شويه كده هنضيف برضه ايه الملح، نضيف الملح بتاعنا ونيجي مطلعين لحمتنا. تمام كده اللحمه اهي بعد ما طلعت من الاذانات. بص يا استاذ علي ما شاء الله ما شاء الله، احنا كده خلصنا عشاء خالص الليله، واللحمه اللي فضلت معانا من الثلاث ذبائح اللي هم موجودين معانا على الترابيزات اهم. تمام. أيوة. بس ما شاء الله خير كتير، ربنا يا رب يديموا على اصحابه وربنا يا رب يتمها لهم على خير. طبعا دول 3 ذبائح يا استاذ علي، خدنا حوالي تلت ذبيحه في العشاء كمان غير الكباب اللي احنا وريناه للناس. أيوة. وان شاء الله ان شاء الله هنذبح الصبح باذن ربنا سبحانه وتعالى، لان طبعا الفرح معانا مفتوح، هنذبح ذبيحه واحده ان شاء الله الصبح، وعلى حسب الفرح ما يسحب معانا احنا ما فيش مشكله خالص، مش مقيدين زي ما قلنا للناس لا بذبايح ولا بعدد معين، احنا على حسب ربنا ما ييسر لنا الحال وتمشي معانا ان شاء الله ربنا هيسرها وتمشي باذن الله تعالى. تمام. هنقطعها الصبح يا شيف بقى ان شاء الله باذن الله يا استاذ علي، باذن الله نقطع الصبح ونحطه بالصواني وبعد كده التتبيله وتخش الفرن ونطلع حاجه محترمه خالص باذن الله قدام الناس ان شاء الله الصبح باذن ربنا سبحانه وتعالى. بعد ما اترصت في الصواني اهي بالشكل الجميل ده كده لسه هتاخد التتبيله وتخش الفرن. كده يا استاذ علي معانا الثلاث ذبايح هم مخصوصين معانا في الصواني زي ما حضرتك شايف كده بالظبط. دول اول 3 ذبايح طبعا غير اللي في الفرن هنا يا استاذ علي، الفرن كده محمد معانا بره. خدنا كميه في الفرن ما شاء الله مظبوطه برده في الفرن قد ايه يا استاذ علي؟ بص مع الشيف نصر اهو يا استاذ علي ما شاء الله. بص دي كلها لحوم برده اهي، كل المسالفين ده لحوم بالطريقه دي كده يا استاذ علي ما شاء الله. طبعا بقى يا استاذ علي عشان احنا برده المصداقيه للناس، احنا قلنا ان شاء الله احنا ايه على حسب جو الفرح معانا، احنا لسه ما بدأناش حاجه بس احنا ذبحنا ليه؟ عشان احنا حاسين ان كميه اللحمه اللي معانا شويه. بص يا باشا الجزار طب نشوف يا شيف. ماشي نشوف يا باشا نوري الناس كل حاجه على الطبيعه عشان يبقى المصداقيه معانا. معلمين حبيبي الله ينور. ما زلنا مستمرين مع الشيف محمد يا حبيب قلبي اهو. طبعا يا استاذ علي احنا كده يا استاذ علي ما شاء الله احنا وصلنا الرابعه اهي. أيوة. تمام. اخر حاجه فيها طبعا الساعه 2 الظهر يا استاذ علي اهي ما شاء الله. فرح لسه شغال والدنيا زي الفل والله. احنا عند ناس محترمه فعلا فعلا حرفيا يعني مش مقصرين معانا في اي حاجه. ماشي حاج علي احنا عايزين لحمه على فكره، عايزين 100 كيلو. لا احنا مش 100 كيلو، الخامس موجود بره. خلاص اذبح يا بيه، اذبح يا حاج علي اذبح. الرجاله فين يا رجاله؟ يلا يا باشا شوف جزارك واذبح على طول. طب احنا بادئين من الساعه 9 شيف. ما شاء الله
ايوه. بص يا استاذ علي المناب اهو، بص كده المناب ربع كيلو يا استاذ علي اهو، ما شاء الله ما شاء الله. احنا عندنا ناس محترمه خالص، ربنا ايوه، يتم لهم على خير. يكرموا الناس. طبعا طبعا. احنا هنذبح كده على فكره يا استاذ علي، احنا كنا عايزين 100 كيلو كمان بعد الرابع، بس هم قالوا لا احنا هنذبحهم. يعني كده ان شاء الله يا شيف هيبقى معانا 5 ذبايح. هيبقى معانا 5 ذبايح النهارده ان شاء الله كده. ان شاء الله. والاكل برضو شغال معانا اهوت، ما وقفش.